النهاردة بقى معانا وصفة حلوة. هنعمل اندومي في البيت. عمالين يا ماما عايزين اندومي عايزين اندومي. طبعا انا مش هشتري الاندومي بتاع بره اللي انا مش عارفة هو معمول ازاي ده، فاحنا هنعمله في البيت. طبعا احنا هنعمل احسن من المصانع وعارفين احنا عاملينه ازاي وعاملينه بايه. ويلا بينا بسرعة على الوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم احلى حبايب واحلى متابعين واحلى ناس بتخش عندي وبتقولي كلمة حلوة وكلمة جميلة. ربنا يا رب يكبر بخاطركم ان شاء الله. هنعمل اندومي بشوية مكرونة سباجيتي وشوية بهارات، يعني بأمانة والله طعمه مش بيفرق عن بتاع بره أبدا، وأنا عملته في البيت كده بطريقة نظيفة وطريقة حلوة. يا رب الطريقة بتاعته تعجبكم. معايا هنا ايه؟ كيس مكرونة، كيلو، نص كيلو، زي ما انت عايزة زي ما انت حابة الكمية اللي انت حباها. معايا هنا شوية حمص الشام، بلاهم طبعا، نقعهم شوية على شوية بسلة على حبتين جزر كده. معايا شطة مطحونة، عندي شوية شوربة بما ان هو هيبقى بطعم الفراخ، فدي شوربة فراخ. عايزة تعمليه بطعم اللحمة يبقى شوربة لحمة. معايا مكعبين حلوين مرق دجاج. اساسي في الوصفة البهارات: توم باودر، بصل باودر، كاري، كركم، شوية ملح، شوية فلفل اسود. الاساسي هنا اللي بيخدمني في الوصفة دي البهارات: توم باودر، بصل باودر، مكعبين مرق دجاجة حلوين، او لو هتعمليه باللحمة مكعبات مرق لحمة في بطعم اللحمة وفي بطعم الفراخ. الأول يعني الوصفة دي مش تاخد مننا ثواني. أولع على مية المكرونة تسخن، وعندي في حلة أحط شوية مية وأفضي الشوربة وأفضي البهارات بتاعتي وأفضي الحاجة بتاعتي عليه. وطبعا شوية الحمص والبسلة والجزر. أنا شلت البسلة والجزر، ولادي قالوا مش عايزين فيها بسلة وجزر، فاضطريت إن أنا أشيلها يعني. وعندي الشطة بس أنا مش حاطة الشطة دلوقتي، وطبعا هزود الشوربة دي تاني بس لما تغلي. ماشي، الشطة مش حطاها دلوقتي. طبعا مية المكرونة غلت، نزلت المكرونة. انا مكسرتش المكرونة، احنا عايزينها طويلة كده زي ما هي عشان يصدقوا ويحسوا ان هي فعلا آه اندومي من اللي هما بيشتروه. شايفين الجمال؟ انا مش هسويها سوا كامل، انا هسويها 3/4 سوا. هسيب شوية لان انا لسه هنزلها في الشوربة. وطبعا حاطة في مية السلق هنا شوية ملح وشوية زيت. ادي المكرونة هي كده مش مستوية جامد، هي مستوية يعني 3/4 سوا. زي ما قلت لكم انا شلت البسله نزلتها هنا بقى. اديها تقليبه مظبوطه، ما تخافوش والله ولا هتعجن ولا حاجه، زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. وبجد بجد بجد كان طعمها جميل، انا اكلت منها كتير. طبعا هنا بقى هنحط الشطه طبعا ما انتوا عايزين، برضو عايزينه حامي جامد عايزينه مش حامي جامد، يا دوب حاجه كده كويسه براحتكم. هسيبه هنا حوالي ايه، من 7 دقايق ل10 دقايق كده، لحد ما احس ان هو، شايفينه هو عامل ازاي باين، لحد ما احس ان هو كده بقى تمام معايا. وطبعا مقدار الشوربة زي ما انتوا حابينها وزي ما انتوا عايزين، هو كده بالنسبة لي. والشوربة بتاعته بأمانة طعمها خطير. السر في شوية البهارات اللي احنا بنحطهم. طبعا هنفضي بس نفضي بالراحة طبعا عشان هي سخنة. او عندي مساكة كده هاخد بيها، او المغرفة بتاعت المكرونة الاسباجيتي دي. وممكن تعملها بمكرونة تانية كمان، بس احنا عشان نديهم شكل الاندومي اللي هم عايزينه. طبعا شايفين بقى الجمال، شايفين شوية الحمص الشام اللي حطيناهم عليه. هما عيالي بيحبوا الحمص الشام، فبدخله في معظم الأكل. شايفين الجمال بقى؟ اندومي ولا مش اندومي؟ حاجة صحية عملناها في البيت، نضيفة، متأكدين احنا حاطين فيها ايه ومتأكدين احنا عاملين فيها ايه. بشوية مكرونة سباجيتي بسيطة عملنا أحلى طبق اندومي. تخيلوا ده لسه فيه قد الكمية دي كمان مرة، يعني أنا ما فضيتش الكمية كلها. يعني انا بشوف الباكو كده صغير ما بيعملش حاجه، وبامانه انا برضه اخلي عيالي يشتروه. بس لما زنوا عليا جبت لهم وعملت لهم في البيت. ما تنسناش في التعليقات واللايكات والاشتراك، وبحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين.